اللي انت شايفها دي اسمها هدى، لكن هي بعيدة كل البعد عن معنى اسمها. قلبها مفهوش هداية، كل اللي فيها خيانة وغدر. هدى ست ما بتخلفش، ورغم كده جوزها رفض ان هو يتجوز عليها لانه بيحبها وبيحترم مشاعرها ومش عايز يزعلها. لكن هدى بترد له المعروف بأبشع وأحقر أساليب الخيانة والغدر اللي ممكن تتخيلها. فإن الخيانة في القصة من الأول. من حوالي 10 سنين في واحدة من قرى مركز أبو تشت في محافظة قنا، هدى صاحبة 38 سنة كانت شغالة موظفة إدارية في المدرسة. بالصدفة بتتعرف على حازم اللي أكبر منها بسنة، وكان شغال عامل خدمات في فندق في الغردقة. هدى وحازم انجذبوا لبعض وقرروا إنهم يتجوزوا، وفعلا حازم اتقدم لهدى بشكل رسمي ويتجوزها. الجواز تم وكان حفل زفاف سعيد جدا وسط الأهل والجيران، وكل حاجة كانت ماشية تمام جدا. لكن حازم زي أي شاب كان نفسه في عيل صغير يملى البيت عليه. أما اتأخر الحمل كان بياخد هدى على المستشفيات عشان يعرفوا السبب ولو في مشكلة يحلوها عشان حازم يجيب العيل اللي نفسه فيه. بعد 2 سنين من الجواز بيكتشفوا إن هدى عندها مشاكل في الحمل واحتمال تكون عقيمة، بس لأن حازم كان بيحبها جدا رضي بقضاء الله وقال خلاص مش عايز عيال، وكل اللي عايزه هو وجود هدى جنبي. قرر حازم ان هو يعيش مع هدى رغم كل الضغوط اللي كانت عليه من اهله واصدقائه اللي كانوا دايما بيقولوا له اتجوز غيرها عشان تخلف. لكن حازم كان رافض الفكرة تماما وخايف على مشاعر هدى، لدرجة انه كان بيمنع اي حد يفتح الموضوع ده واي حد يتكلم فيه نهائي. حازم كان حنين جدا على هدى وما كانش بيحرمها من اي حاجة، لدرجة ان لما ظروفه المادية اتحسنت اشترى شقة جنب اهلها وفرشها باحسن الاجهزة واحسن فرش. والاجهزة والفرش دولت هدى اللي اختارتهم بمزاجها لان رأيها كان مهم جدا لحازم. وعلى فكرة هدى ما كانش رأيها مهم بس لحازم، رأيها كان مهم جدا وسط اصحابها وجيرانها، لان عندها شخصية متميزة وعندها القدرة انها تسمع المشاكل اللي كانت بتتعرض عليها وبتعرف تحلها. هدى كانت بتاخد على الناس بسرعة، ولما تشوف اي حد لأول مرة كانت بتحكي له عن حياتها وتفاصيلها. وكمان كانت شاطرة قوي في موضوع الجمعيات وكانت بتساعد الناس اللي محتاجة. ومن ناحية تانية لما كان بيحصل بينها وبين حازم مشاكل بسيطة كانت دايما بتتحل بكلمة حلوة من حازم لأنه حنين وبيحبها. لكن هدى ما كانتش بتقدر الحب ده، وكانت بتبص لحازم انه غني وعنده فلوس كتير، وكانت شايفة انه لو حصل اي حاجة لحازم كل اهله هيورثوه وهيشاركوها في ممتلكاته. وعشان كده هدى طلبت من حازم انه يكتب لها الشقة الجديدة اللي اشتراها لها باسمها اللي هي جنب اهلها. لكن حازم هنا رفض يكتب اي حاجة باسمها. وهدى على فكرة ما كانش يهمها ان حازم ضحى بحاجات كتير علشانها زي موضوع الخلفة وغيره، كان كل اللي يهمها الشقة وفلوس حازم وازاي تستفيد من حازم بكل قوة. وبعد مرور 8 سنين هدى بحكم انها عشرية جدا زي ما قلنا قبل كده بتتعرف على شخص زميلها في الشغل اسمه وائل. ركز بقى معايا في الاسم ده لانه مهم قوي في القصة النهاردة. وائل ده شاب عنده 38 سنة تقريبا كده في عمر هدى، كان شغال موظف اداري في نفس المدرسة بتاعت هدى. وائل كان متجوز وعنده عيال، ولأن وائل وهدى كانوا بيقضوا معظم وقتهم مع بعض خدوا على بعض جدا وبدأوا يحكوا لبعض على مشاكلهم. ولأن وائل بقى كان عنده ضغوط مالية كتير جدا كان بيحكي كل مشاكله لهدى اللي كانت دايما بتحلها له. الأمور تطورت بينهم بسرعة لدرجة ان وائل كان بيحكي لهدى على كل المشاكل الصغيرة والكبيرة اللي بينه وما بين مراته. ولأن هدى كانت ظاهرة قدام الناس إنها ملاك الطاهر والصدر الحنين كانت دايما بتحل مشاكل وائل. الناس كلها كانت شايفة هدى إنها بنت جدعة وطيبة وبتساعد الناس كلها، لكن الحقيقة إن هدى كانت معجبة ومشدودة بزميلها وائل، وكانت بتقارن ما بينه وما بين جوزها حازم، وكانت شايفة إن وائل أفضل من جوزها في التعامل وفي الشكل وفي كل حاجة.
وكانت شايفاه كمان أرقى منه بكتير. هدى بقى تلعب لعبة وهي بتحل مشاكل وائل. كانت بتسخنه على مراته وبتكرهه فيها، وكانت دايما بتحسسه ان كل مشاكله اللي هو عايشها دي سببها مراته، وانه يستاهل حياة افضل من اللي هو عايشها. والكلام ده طبعا كان بيتم بحرص شديد عشان هو ما يحسش باللي في دماغها. كانت بتتصرف زي الافعى اللي هي بتستدرج الفريسة بتاعتها عشان تنقض عليها شوية في شوية. ومن كتر الزن بتاع هدى، وائل ما بقاش بيطيق مراته ولا بيرتاح في بيته نهائي، وكان بيحب يروح شغله علشان يشوف هدى اللي بيرتاح معاها. وائل بدأ يحس بإعجاب شديد قوي ناحية هدى، لكن كان خايف إنه يصارحها باللي جواه، لأنهم الاتنين متجوزين وفي حدود المفروض محدش يتخطاها. لكن للأسف هما هيتخطوا كل الحدود اللي ممكن تيجي على بالك، وده اللي هنعرفه مع بعض كمان شوية. وائل وهدى بدأت تظهر بينهم تلميحات، ابتسامة، ضحكة، غمزة، هزار بالإيد، بحكم بقى إن شغلهم قليل والوقت كله فاضي. وفي يوم وسط الهزار اللي هما بيهزروه، هدى تطلع الموبايل بتاعها وتفرج وائل على صور الشقة بتاعتها. تقول له بص يا وائل، شوف شقتي جميلة ازاي وانا مرتباها ازاي ومشيكاها ازاي. وبعد كام يوم وائل يفاجئ هدى انه عايز يتفرج على الشقة بتاعتها على الواقع. هنا بقى هدى تفرح جدا من جواها، لانها كان نفسها من الاول ان يتقفل عليهم باب واحد. فقالت لوائل طيب سيبني ارتب يوم ولا اتنين واقول لك تعالى اتفرج على الشقة براحتك. وطبعا هدى استغلت ان جوزها حازم في شغله، واتفقوا هما الاتنين ياخدوا اجازة من المدرسة وان وائل يجي لها الشقة. بس نية وائل ما كانتش انه يروح يتفرج على الشقة، وده اللي هنعرفه دلوقتي. في شهر 8/20/23 وائل بيروح لشقة هدى، واول ما يوصل بتفتح له الباب وتكون لابسة ومتزوقة على سنجة 10. وهنا بقى كلمة في حكاية في حدوتة، ويحصل ما بينهم علاقة غير شرعية. ومن بعد اليوم ده وائل وهدى بقى يمارسوا العلاقة الغير شرعية دي بشكل مستمر لمدة حوالي 4 شهور. والكلام ده كان بيتم في سرية تامة، ومحدش ملاحظ أي حاجة ولا في أي علامات شك. الأستاذ وائل الموظف المحترم، وهدى الطيبة اللي بتساعد الناس. وفي يوم هدى ووائل يعترفوا لبعض إن هما ما يقدروش يستغنوا عن بعض. وائل بيقول لهدى إنه عايز يتجوزها، بس المشكلة إنها متجوزة ولازم يكون في حل للموضوع ده، وإنها لازم تتطلق. هنا بقى هدى عندها مشكلة إن جوزها حازم ما كتبش ليها أي حاجة من ممتلكاته، وكانت دايما بتزن عليه يكتب لها الشقة، بس هو مرضيش. هدى عرفت من المحامي إنها لو اتطلقت وعشان معهاش أولاد مش هتاخد حاجة غير حاجات بسيطة جدا. بس بعد ما سألت كويس وتأكدت، هدى لقت وضعها كأرملة غير وضعها كمطلقة. كأرملة هتاخد فلوس أكتر وممتلكات كتير من حازم. هنا بقى الأفكار الشيطانية بتسيطر عليها، وتقرر هدى إنها تتخلص من جوزها حازم وتتجوز زميلها وعشيقها وائل. كل التفكير اللي في دماغ هدى ده، وما فكرتش للحظة في اللي عمله حازم معاها وضحى عشانها، وإزاي إن هو رفض يتجوز غيرها عشان العيل اللي نفسه يجيبه. هدى بقى عرضت الفكرة بتاعة التخلص من حازم دي على زميلها وائل، اللي وافق على طول لأنه كان عايز يبقى مع عشيقته بأي طريقة. وكمان كلام هدى بالنسبة لحازم كان ليه تأثير كبير جدا. وائل كان دايما يقول لها تحت أمرك، يعني اللي انت عايزاه في أي وقت هنفذه. الاتنين اتفقوا ان هما يتخلصوا من حازم ويتجوزوا بعد سنة. بدأت خطتهم في التخلص من حازم. هدى رجعت من المدرسة لشقتها وقالت لجوزها حازم انها اتخانقت مع زميل ليها في المدرسة وشتمته، وان الزميل ده قرر يعمل فيها محضر. هدى بقى قعدت تعيط قدام جوزها حازم وتطلب منه يتدخل ويحل المشكلة، وتقول له ان المحضر ده اللي اتعمل لها ممكن يوقفها عن الشغل ومستقبلها هيضيع. طبعا كل ده تمثيلية من تأليف هدى وزميلها وائل. وهنا حازم يتدخل ويكلم وائل ويتفق معاه انه عايز يقابله عشان يحل المشكلة، وتأسف له في التليفون وعزمه عنده في البيت عشان يقعدوا مع بعض يتفاهموا. والفكر الشيطاني بتاع وائل وهدى خلاهم يتخانقوا فعلا في المدرسة، عشان فعلا كل الناس اللي في المدرسة يعرفوا ان وائل وهدى متخانقين. بعد كده وائل راح لبيت هدى وحازم وقعد في الصالون مع حازم عشان يحلوا المشكلة اللي عندهم دي. وهم قاعدين حازم غمز لهدى
عشان تخش المطبخ تعمل لهم حاجه يشربوها. المفاجاه بقى ان اول ما دخلت هدى على المطبخ راح قايم وائل ومسك رقبه حازم وخنقه. واول ما هدى شافت الموقف ده راحت جايبه فوطه كانت مجهزاها وهي ووائل لفوها على رقبه حازم وقعدوا يخنقوا فيه لغايه ما تاكدوا انه مات. وبعد كده هدى طلبت من وائل بكل برود انه ينزل وهي هتكمل بقيه الخطه لوحدها. وفعلا وائل نزل ورجع بيته وأكن مفيش حاجة حصلت. فضلت هدى مع جثة جوزها شوية وبعد كده راحت قايمة لمت شنطة هدومها وجابت إزازة كلور ودلقتها على جثة حازم بالكامل. طبعا انت بتسأل ليه جابت الكلور؟ لأن هدى ووائل كانوا متخيلين إن هما ما يدلقوا كلور على الجثة ريحتها مش هتطلع، وطبعا ده تفكير غير الواقع. بدأت هدى تكمل خطتها وراحت مصرخة وقعدت تزعق بصوت عالي كأنها بتتخانق مع جوزها علشان الجيران يسمعوا الصوت العالي، وقعدت تزعق وتقول ان هو بيشتمها وبيشتم اهلها. وعلى صوتها العالي ده الجيران اتلموا عشان يحلوا الموضوع. اللي في التوقيت ده كانت هدى بتطلع من باب الشقة وفي ايدها شنطتها وبترزع الباب وراها. الجيران حاولوا يهدوها بس هي كانت مصرة تروح عند بيت اهلها لان الاهانة اللي هو اهانها ليها دي هي مش قابلاها. وبتقول لهم ابسط حاجة اهو، شايفني خارجة بالشنطة بتاعتي ولا عبرني، انا مش راجعاله تاني. راحت واخدة الشنطة وماشية. طبعا ممثلة يعني قديرة، مسرحية طبعا متكلفة يعني. طبعا الموقف اللي حصل ده الجيران شافوا ان هدى على حق وان حازم فعلا غلط فيها. هدى بقى كانت عارفة ان حازم علاقته باهله ضعيفة جدا ومفيش حد اساسا هيسأل فيه، وفضل الوضع كما هو لمدة 20 يوم لغاية ما الجيران بدأوا يشموا ريحة مش حلوة من شقة هدى وحازم. يروح الجيران متصلين بهدى وقالوا لها ان هم شامين ريحة وحشة طالعة من البيت. قالت لهم التلاجة فيها لحمة واكيد النور قطع واللحمة باظت وهي اللي عاملة الريحة. بس مع شدة الريحة الجيران ما كانوش مرتاحين وحاسين ان في حاجة غلط، خصوصا ان مفيش اي حركة في الشقة بتاعت هدى وحازم، ولما بيخبطوا محدش بيرد. فضلوا على الوضع ده لمدة 5 ايام لغاية بقى اما الموضوع استفحل قوي وبقت الريحة لا تطاق. يعني بعد 25 يوم من وقوع الجريمة هنا بقى الجيران راحوا مبلغين الامن اللي جم فورا عشان يشوفوا القصة فيها ايه. واول ما فتحوا الباب لقوا منظر رهيب، لقوا حازم مرمي على الكنبة وعبارة عن جثة شبه متحللة. رجال الامن استدعوا هدى وبلغوها ان جوزها مات. هنا بقى هدى حاولت تكمل تمثيليتها وانهارت من العياط وقالت يا ريتني كنت قاعدة معاه، ما كانش حصل له اللي حصل، اكيد حد كان بيحاول يسرق الشقة وهو اللي عمل فيه كده. بعد تحريات رجال الامن اكتشفوا ان هدى كانت عند اهلها اكتر من 25 يوم، والشهود على الخناقة اللي حصلت دي اللي بينها وبين جوزها حازم كانوا الجيران. وما سألوا هدى يا ترى كان في مشاكل ما بينك انت وحازم واي حد تاني، يعني بمعنى اصح انت بتتهمي حد انه قتل حازم؟ قالت لهم لا، احنا في حالنا ومفيش اي حد ممكن يعمل معانا كده. الامن استكمل تحرياته وقالك نتحرى عن هدى وحازم ونعرف علاقتهم ايه ببعض. اما سألوا على هدى قالوا دي ست طيبة وبتساعد الناس ومفيش مشاكل على فكرة كانت كبيرة ما بينها وبين جوزها، مشاكل طبيعية زي اي 2 متجوزين. اما الطب الشرعي فحص جثة حازم طلع التقرير بتاعه اللي بين انه مات مخنوق بفوطة ملفوفة حوالين رقبته، وانه الوفاة حصلت من اكتر من 25 يوم، واللي ارتكب الجريمة دي دلق عليه مادة كاوية غالبا كانت كلور. رجال الامن هم بيستكملوا تحقيقاتهم قالوا نفرغ كاميرات المراقبة علشان نشوف مين اللي دخل البيت بتاع هدى وحازم. بس للأسف كاميرات المراقبة كتير منها بتفرغ المحتوى بتاعها بعد فترة قصيرة، يعني كل اسبوع الميموري بتتمسح وبينزل البيانات الجديدة. فللأسف الكاميرات اللي كانت راكبة الداتا اللي فيها كلها كانت اتمسحت لأن الوفاة حصلت من أكتر من 25 يوم، فالكاميرات اللي موجودة الداتا اللي عليها اتغيرت. وعشان كده كان صعب على رجال الأمن إن هم يعرفوا من الكاميرات مين اللي طلع ونزل من بيت حازم وهدى. رجال الأمن والحس الأمني اللي عندهم كانوا حاسين إن هدى وراها حاجة، لأن إزاي يعني واحدة متجوزة بقالها 10 سنين وأول ما تزعل من جوزها تسيب له البيت وتقعد بره البيت 25 يوم
ما ترفعش السماعة مرة تكلمه ولا حتى هو يرفع السماعة يكلمها. ازاي يعني؟ لان هما جابوا تقرير مكالمات من شركة الاتصالات، مفيش ولا مكالمة من حازم لهدى ولا من هدى لحازم 25 يوم. فرجال الامن قال لك بقى نركز مع هدى ونشوف زمايلها واصحابها في المدرسة، واكتشفوا فعلا ان في علاقة ما بينها وبين واحد من زمايلها اسمه وائل. فبعتوا لهدى ووائل وسألوهم على ايه نوع العلاقة اللي بينهم. وائل قال لهم العلاقة اللي بيننا علاقة صداقة عمل عادية جدا، انا فقط لا غير رحت لهم مرة البيت فعلا اما كنت متخانق مع هدى عشان كان حازم عايز يحل المشكلة اللي بيني وبينها، لكن اكتر من كده معرفش حاجة. فرجال الامن مشوا وائل، فضلوا يدوروا ورا وائل وهدى لغاية ما في ناس في المدرسة قالوا لهم ان العلاقة ما بين وائل وهدى شكلها كده اكتر من علاقة زمالة. فراح رجال الامن متصلين بوائل وقالوا عايزينك. راحوا فتحوا معاه التحقيق وقالوا بص بقى، هدى اعترفت بكل حاجة، فاحسن لك تقول اللي حصل بالتفصيل عشان نحاول نخفف الحكم بتاعك. ودخل الموضوع على وائل بان هدى اعترفت بكل حاجة، وراح حكى لهم على كل التفاصيل وقال لهم انه ملهوش ذنب في اللي حصل، وان هدى هي اللي خططت لكل حاجة، هو بس كان بيسمع كلامها، تقول له اعمل كذا يقول لها حاضر. وبعد الكلام ده تم القبض على وائل وهدى وترحلوا الاتنين للنيابة اللي حولتهم بعد كده لمحكمة الجنايات، وحتى الآن الحكم لم يصدر عليهم. في وجهة نظر حضرتك بقى ايه الحكم اللي يستاهلوه هدى وعاشقها وائل؟ مستني ردكم في التعليقات. حلقتنا كده خلصت النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. سلام.